سمعت عن موضوع الاسوره اللي اتسرقت من المتحف المصري ده بالتفصيل. تاكدت ان الغباء ممكن يؤدي الى الموت وخراب البيوت وضياع ما لا يعد. واسمع القصه. متخصصه ترميم شغاله في المتحف المصري استغلت فرصه خلوها بتراث بلدها، والاسوره دي زغللت عينيها، فخدتها وخلعت بيها من مخازن المتحف وراحت بيها على تاجر فضة، فقلبها في ايده يمين وشمال واشتراها منها ب 180 ألف جنيه. بدل ما يعمل الصح ويبلغ عن الست دي أو يشوف صرفة للإسورة كقطعة تساوي أكتر من ثمنها أضعاف أو لا تقدر بثمن أصلا، راح سيحها وباعها لتاجر ذهب ب 190 ألف جنيه تقريبا. فلك أن تتخيل أن الغباء والطمع لما اجتمعوا مع بعض في الست دي، اللي حصل انها ضيعت مستقبلها في واحدة من الوظائف اللي ما يحلمش بيها غيرها، وضيعت مستقبل بتاع الفضة والجواهرجي وخربت بيوت. الاهم من ده كله انها ضيعت قيمة قطعة من التاريخ بتعود لملك من ملوك مصر القديمة بثمن بخس مقارنة بثمنها الحقيقي، وسعرها التقديري من الخبراء والتجار الكبار بيعدي 8 مليون دولار، وهي متأكدة انه اكتر من كده بكتير جدا، ومتعلمة في دراستها ان كل قطعة من ارث الاجداد لا تقدر بثمن ولا ينفع ابدا تتسيح على ايد بتاع فضل. ربنا يحفظ بلادنا وتراث بلادنا من الخونة والطماعين واللصوص.